حبايبي دكاترة تالتة ثانوي ومهندسين تالتة ثانوي عشان ما حدش يزعل. معانا المضارع التام يا حبايبي the present perfect simple tense، زمن المضارع التام. احنا اتفقنا ان اي زمن بنشرحه في 5 نقط. النقطة الاولانية معانا بنسميها الفورم اللي هو الشكل او التكوين. طالما بنتكلم عن الفورم يا حبايبي يبقى لازم نكون عارفين ان الفورم ده يا اكتف يا باسيف. اكتف اللي هو المعلوم، اما الباسيف يا حبايبي هو صيغة المبني للمجهول. يبقى تاني يا حبايبي الاكتف اللي هو المعلوم، اما الباسيف اللي هو صيغة المبني للمجهول. تعالوا نشوف المضارع التام بيتكون من ايه يا شباب. المضارع التام بيتكون من جزئين اساسيين، ايه هما؟ فعل مساعد فعل اساسي، فعل مساعد فعل اساسي. طب احنا اتفقنا يا حبايبي ان الجملة اصلا في الانجليش لازم تبدأ بايه؟ اتفقنا ان الجملة في الانجليش يا شباب لازم تبدأ بالفاعل. ادي هنكتب السبجكت بتاعنا الفاعل، وبعد كده هنحط الفعل المساعد اللي هو عبارة عن كلمة have أو has، وبعد كده بنحط التصريف التالت. الفعل المساعد يا شباب هنا هو كلمة إيه؟ هو كلمة have أو has، والفعل الأساسي هنا حبايبي هو التصريف التالت. يبقى الفعل المساعد قلنا يا إما have يا إما has، والفعل الأساسي بنسميه التصريف الثالث من الفعل اللي احنا بنسميه الباست participle. يبقى المضارع التام بيتكون من شقين أساسيين يا حبايبي، وهم أبطال: فعل مساعد فعل أساسي، فعل مساعد فعل أساسي. الفعل المساعد بتاعنا هنا يا حبايبي، الفعل المساعد بتاعنا هنا يا حبايبي قلنا have أو إيه؟ have أو has، have أو has. وقلنا have وهاز هنا ليس لهم إيه؟ have وهاز ليس لهم معنى، وزائد التصريف التالي. يبقى هاف وهاز ليس لهم معنى زائد التصريف التالي. طيب هاف بتيجي مع ايه؟ هنعرف بعد شويه، بس لما ناخد صيغه المبني للمجهول. المبني للمجهول يا حبايبي كنا بنقول ان المبني المجهول بيبدا بالمفعول. هنبدا الاول يا حبايبي بالمفعول ونشوف ايه التغيير اللي هيحصل في الجمله. ادي يا حبايبي الاوبجكت اللي هو المفعول. طب وبعد المفعول هنحط برضه يا حبايبي يا اما كلمه هاف يا اما كلمه هاز. طب هنزود عليهم ايه يا شباب؟ كل اللي هنحطه يا حبايبي هي كلمة بين، وهنرجع تاني يا شباب للباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الكام؟ التصريف التالت. يبقى ده فرق جوهري ما بين المعلوم والمجهول يا شباب. ايه الفرق يا مستر؟ ان الجملة هنا بادئة بمين يا حبايبي؟ والجملة هنا زي ما انت شايف بادئة بالفعل السبجكت اللي هو من يقوم بالفعل. اما حبايبي صيغة المبني المجهول بتبدأ بالمفعول ونحط فيرب تو بي والتصريف التالت. يبقى ده فرق ما بين الاثنين، دي هاف وهاز وتصريف ثالث، اما دي هاف وهاز وبين وتصريف ثالث. يبقى الفرق يا حبايبي ان انا زودت على الشكل بتاعنا كلمة ايه؟ كلمة بين. تعالوا نشوف كده يا شباب، هاف كانت بتيجي مع ايه؟ هاف يا حبايبي بتيجي مع اي وي يو ذي، وهاز بتيجي مع هي شي ات. يبقى هاف بتيجي مع اي وي يو ذي، اما هاز بتيجي مع هي شي ات. تعالوا نشوف كده يا شباب. احنا قلنا يا حبايبي I we you they، دول هيجوا معاهم ايه؟ ها؟ قلنا هيجي معاهم have والتصريف التالت. طب والمفرد يا حبايبي؟ المفرد اللي هو he she it واي اسم مفرد، دول هياخدوا يا شباب has والتصريف التالت. طب انا ممكن اختصر يا شباب طبعا كلمة have ممكن اختصرها بأبوستروف في اي والتصريف التالت. طب وهذا يا شباب هختصرها أبوستروفي اس والتصريف التالت. يبقى احنا كده يا حبايبي عرفنا شكل الفعل في زمن المضارع التام. قلنا يا شباب بيتكون من have أو has والتصريف التالت، وقلنا have يا حبايبي بتيجي مع I we you they، أما هذا يا حبايبي بتيجي مع he she it وأي اسم يا شباب وأي اسم مفرد. يبقى تاني يا حبايبي ادي have بتيجي مع I we you they. طيب has بتيجي مع he she it وأي اسم إيه؟ وأي اسم مفرد. طب اختصار have قلنا apostrophe ve، اختصار has apostrophe s والتصريف التالي. يبقى احنا كده عرفنا شكل الزمن في المعلوم وشكل الزمن فينا يا شباب في المجهول. تعالوا يا حبايبي ناخد اكزامبل كده علشان نفهم. لو جيت قلت لك جملة بتقول the
government قمت لك has built new cities. حكومة بنت مدن جديدة. طب عايز أقول الجملة دي في المجهول. الجملة في المجهول هتبدأ بالمفعول ونحط verb to be والتصريف التالي. يبقى هبدأ بكلمة new cities يا شباب. أدي كلمة new cities. new cities دي جمع صح؟ فينفعش أحط has، أحط كلمة have. وقلنا المجهول بزود عليه كلمة been يا شباب، والتصريف التالت زي ما هو تبقى have been built. عايز تكمل جملتك تقول by the government. يبقى ده قدامك يا بطل جملة في المعلوم وجملة تانية فين؟ في المجهول. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ ركز يا بطل. الفرق ما بين الجملتين زي قدام عينك كده. قلنا حبايبي government دي الفاعل هو من يقوم بالفعل. اما حبايبي الجملة اللي تحت، الجملة بادئة بكلمة new cities. new cities دي مفعول، عشان كده الجملة دي جاية مبنية للإيه؟ للمجهول، فزودنا عليها كلمة إيه يا شباب؟ كلمة بين، وحطينا التصريف الثالث زي ما هو. تعالى ناخد إكزامبل كمان يا شباب على صيغ المبني المجهول على ما المعلومة تثبت معانا. لو جيت قلت لك the exam paper، the exam paper، عايز أقول ورقة الامتحان صححت ولا اتصححت؟ هتقول لي يا مستر ورقة الامتحان دي مفعول يبقى اتصححت، تبقى has been marked. يبقى الجملة هنا يا حبايبي برضو في صيغة الايه يا شباب؟ في صيغة المجهول، لأن الجملة بادئة بمين يا شباب؟ بالمفعول ولا كلمة زي exam paper. أظن كده صيغة المجهول ما بقاش فيها مشكلة. كل اللي احنا حطيناه يا حبايبي حطينا كلمة بين على الشكل الأساسي اللي هو كان بيتكون من have وهاز وتصريف تالت. تعالوا يا حبايبي ده بالنسبة للايه؟ للفورم. تعالوا لتاني صورة عندنا اللي احنا كنا بنحكيها دايما في كل زمن، اللي هي صورة النيجاتيف. تعالوا نشوف يا حبايبي الزمن ده بيتنفى بإيه. بصوا يا حبايبي، احنا قلنا ان الزمن ده بيتكون من شقين قبل ما حد ينسى. الشق الاولاني يا حبايبي اسمه هافا وايه؟ هافا وهاز. وهافا وهاز ده يا حبايبي فعل مساعد اهو فوق اهو. هاف وهاز دول يا حبايبي فعل مساعد. وبعد كده عندي التصريف الثالث. التصريف الثالث ده فعل ايه يا شباب؟ فعل اساسي. طيب هو ايه الفرق؟ الفعل المساعد هنا يا حبايبي ليس له معنى، بس هو اللي بيتحكم في الزمن كله. اللي بيترجم في الجملة يا حبايبي هو التصريف الثالث. لما اجي اقول لك I have bought ترجم هتقول لي اشتريت. I have built ترجم انا بنيت. I have visited ترجم انا زرت. Mom has cooked ترجم ماما طبخت. يبقى اللي بيترجم هنا هو التصريف الثالث يا حبايبي. اما الفعل المساعد يا ابطال ليس له معنى. بس الفعل المساعد ده بقى يا حبايبي هو اللي بيتحكم في كل حاجة في الجملة. يعني ايه بيتحكم في كل حاجة في الجملة يا مستر؟ يعني بنفي بيه وبسأل بيه وبعمل بيه كل حاجة. يبقى المضارع التام يا حبايبي لما اجي انفيه احنا هنكتب السبجكت زي ما هو. واحنا قلنا يا حبايبي الزمن بيتنفى الزمن بيتنفى باستخدام الفعل المساعد. طب الفعل المساعد هنا قلنا اسمه ايه؟ يا هاف يا ايه؟ يا هاف يا هاز. هنخليه يا حبايبي، هنيجي على هاف هنحط لها نوت بقى اسمها haven't، وهنيجي على هاز هنحط لها نوت يبقى اسمها hasn't، وبعد haven't و hasn't يا شباب هنحط التصريف الثالث زي ما هو. بس ده لو الجملة بدأت بالمين يا شباب؟ لو الجملة بدأت بالفاعل. بس في صورة تانية يا حبايبي ان الجملة ممكن تبدأ بالمفعول، ده الاوبجكت. في الحالة دي يا حبايبي الصورة هتتغير شوية. اتفقنا ان احنا نحط كلمة ايه؟ كلمة بي. يبقى انا هحط كلمة haven't او كلمة hasn't. قلنا يا حبايبي في المجهول كل اللي احنا بنعمله بنزود كلمة بين بس. ادي كلمة بين يا شباب، وبعد بين هنرجع للتصريف الثالث بتاعنا. يبقى احنا كده عرفنا المعلوم والمجهول. يبقى الفرق ما بين الاثنين يا حبايب علشان ما حدش ينسى، صيغة المعلوم يا ابطال بتبدأ بالفاعل زي ما حضرتك شايف كده، الجملة هنا بادئة بالفاعل. صيغة المجهول يا حبايبي قلنا بتبدأ بالايه؟ بالمفعول. وطالما بدأنا بالمفعول اوعى تنسى تحط كلمة بين او كلمة بين بيجي وراها التصريف التالي. ده بالنسبة يا حبايبي للنفي بتاع الزمن ده. لو حبينا ننفي الجملة الأولانية هتبقى the government hasn't built. الجملة اللي بعدها لو حبيت انفيها هتبقى new cities haven't been built. ده بالنسبة يا أبطال للنفي. تعالوا لثالث نقطة حبايبي كنا بنشرحها في أي زمن،
اللي هي الكويستشن، واحنا اتفقنا يا حبايبي ان اي زمن بنشرحه في 5 نقط. نيجي للكويستشن، احنا قلنا يا حبايبي اللي بيتحكم في زمن الجملة هنا هو الفعل المساعد. حصل الفعل المساعد اللي هو هاف وهاز، اللي هو في الجملة أصلا ملوش معنى، في الجملة المثبتة ليس له معنى. طب هو ليه يا حبايبي ليه هو مهم؟ لأنه هو اللي بيتحكم في النفي والسؤال. طب كل اللي احنا هنعمله، تعال بص يا بطل كده فوق كده، احنا قلنا صيغة المعلوم فاعل وهاف وهاز وتصريف ثالث. طب عايز اقلبها سؤال، هتجيب هاف وهاز ده اهي، هتبدأ بيها الجملة. يبقى يا حبايبي لما اجي اكون سؤال هبدأ يا بهاف يا بهاز، وبعد كده هنحط السبجكت، وبعد السبجكت هنحط التصريف الثالث، وانا عندي تكملة هنحطها. ده بشرط يا حبايبي ان الجملة هنا يكون فيها ايه يا شباب؟ يكون فيها فاعل. طب يا مستر امال الجملة لو مجهول؟ برضو نفس الكلام يا حبايبي، هنبدأ يا اما بكلمة have يا اما بهاز، وبعد have وهاز مش هنحط فاعل بقى، هنحط object يا حبايبي اللي هو المفعول. وبعد المفعول اتفقنا صيغة المجهول بيبقى زيادة فيها كلمة بين والتصريف التالت. يبقى لازم تاخد بالك ان الفرق ما بين الاثنين، انا عندي هنا يا حبايبي subject، الاثنين بدأوا بهاف وهاز بس جاي وراهم subject، اما دي هاف وهاز وجاي وراهم object، فعشان كده يا حبايبي زودنا كلمة بي. الاثنين معناهم هل طبعا يا حبايبي. يبقى ده صيغة السؤال في زمن المضارع التام سواء السؤال ده كان معلوم او مجهول، وقلنا الاثنين يا حبايبي معناهم هل، سواء هاف أو هاز في المعلوم أو هاف أو هاز في المجهول. نيجي بعد كده حبايبي للنقطة رقم 4، وهي الكي ووردز، ودي من أهم النقط يا حبايبي اللي موجودة عندي في زمن المضارع التام، حضرتك لازم تقعد تحفظها. الكي وورد سمستر، أيوة يا حبيبي، إيه الكلمات الدالة على زمن المضارع التام؟ تعالوا أبطال كده نفتكر مع بعض. أنا عندي أول كلمة اسمها just، وهنشرح كل واحدة فيهم لوحدها. تاني كلمة اسمها already. تالت كلمة اسمها never، وعندنا ever، وعندنا yet، وbefore، وعندي كلمة since، وعندنا for، وعندنا recently، وlately، so far، up till now، وtill now، وuntil now. وعندي كلمة زي كلمة today ممكن تستخدم في أكتر من زمن من ضمنهم المضارع التام. وعندي كلمة this، this week، this month، this year، برضو من الكلمات الدالة على المضارع التام. عندي كلمة over، over لما يجي معاها سنين يا حبايبي، قلت لك over مثلا over years على مر السنين، مثلا over centuries على مر القرون أو العصور. وعندك in the last، in the last، أو for the last، بس الاتنين دول لازم يجوا وراهم مدة يا شباب، مدة زمنية، for the last 10 years أو in the last 10 years. وعندك during برضه يا حبايبي، during the last ومدة زمنية، during و the last، وقلنا لازم يجي وراها مدة زمنية. وعندي يا حبايبي برضه من ضمن الكلمات الدالة على المضارع التام الأعداد الترتيبية. فاكرين يا شباب الأعداد الترتيبية؟ it's the first، it's the second. وعندي يا حبايبي آخر كلمة ممكن تيجي معانا دالة على المضارع التام كلمة this is the only أو it's the only. this is the only أو this is the only. يبقى دي الكلمات الدالة على زمن المضارع التام يا حبايبي، لازم تاخد بالك منها، مهمين جدا. دورنا ايه دلوقتي بقى يا أبطال؟ دورنا نمسك واحدة واحدة فيهم. أول كلمة قدام عينك أهو، هنعلم عليها يا أبطال علشان الناس ما تتوهش مننا. أول كلمة عندنا هي كلمة just.
هناخدها واحدة واحدة كده يا شباب ونشوف معناها ايه ونشرحها. أول كلمة معانا يا مستر قلنا كلمة just. معناها ايه just أصلا؟ ادي كلمة just. كلمة just يا حبايبي معناها للتو أو حالا. كلمة just معناها للتو أو حالا. equal كلمة تانية يا حبايبي اسمها a short time ago. equal كلمة تانية اسمها a moment ago. طب معناها ايه يا حبايبي؟ معناها أبطال للتو أو حالا. للتو أو حالا، معناها للتو أو حالا. تعالوا نعرف استخدام كلمة just يا حبايبي بتيجي فين. كلمة just بتيجي فين يا حبايبي؟ لازم تكون عارف موقعها في الجملة. كلمة just بتيجي ما بين شقي الفعل. كلمة just بتيجي ما بين شقي الفعل. وإيه شقي الفعل ده يا حبايبي؟ اللي هي كلمة have أو كلمة has والتصريف الثالث. يبقى أول مكان لكلمة just قلنا بتيجي ما بين شقي الفعل. تعالوا نشوف الجملة بتاعتنا كده. قمت قايل لك حمزة أو the plane. قلت لك the plane. انت قلت لي يا مستر ان كلمة just بتيجي ما بين شقي الفعل. قلت لك the plane has just taken off. الطيارة لسه مقلعة للتو او ايه او حالا. تعال بص يا بطل كده على كلمة just. كلمة just يا حبايبي قلنا جت ما بين شقي الفعل. كلمة just قلنا بتيجي ما بين شقي الفعل. يعني ايه يا حبايبي ما بين شقي الفعل؟ يعني قبلها have او has وبعدها حبايبي التصريف الكام؟ التصريف الثالث. هذا أول كلمة عندنا اللي هي كلمة إيه يا شباب؟ كلمة just. وينفع أقول مثلا كلمة just برضو لما أجي أقول لك سلمى has just arrived. أدي example تاني يا شباب على كلمة just. الجملة بتقول يا حبايبي سلمى has just arrived. يبقى كلمة just يا أبطال قلنا بتيجي ما بين شقي الفعل. كلمة just بتيجي ما بين شقي الفعل. يعني إيه يا حبايبي؟ يعني بعد have وهاز وقبل التصريف التالي. تعالوا يا حبايبي بعد كده ناخد تاني كلمة موجودة عندنا. تاني كلمة موجودة معانا يا حبايبي هي كلمة already. ادي فوق اهو يا شباب تاني كلمة هي كلمة already. كلمة already يا حبايبي ليها أكتر من استخدام معانا. أيوة يا مستر كلمة already ليها أكتر من استخدام. تعالوا نشوف. ادي كلمة already. طب هي already اصلا معناها ايه؟ معناها يا شباب معناها بالفعل. تعالوا نشوف استخدامات كلمة already. already يا حبايبي ليها 3 استخدامات. اول استخدام لها ابطال هنقول بين شقي الفعل. بس لازم تكون ايه يا شباب؟ في الجملة المثبتة. بين شقي الفعل في الجملة المثبتة. يعني بعد have وهاز وقبل التصريف التالي. طب فين تاني؟ هنقول آخر الجملة المثبتة. برضو بتيجي في آخر الجملة المثبتة. طب بتيجي فين تاني يا حبايبي؟ بتيجي في آخر السؤال. بس مش أي سؤال يا حبايبي. لازم يكون السؤال بتاع حضرتك دل على دهشة أو تعجب. آخر السؤال الدال على الدهشة والتعجب. يبقى أنا كده لما أجي أسمع يا بطل أو لما أجي أحفظ لازم أكون عارف إن كلمة just يا أبطال كلمة already بتيجي في 3 مواضع في الجملة. فين يا حبايبي؟ قلنا يا حبايبي أول حاجة بين شقي الفعل في الجملة المثبتة. تاني حاجة يا حبايبي قلنا في آخر الجملة المثبتة. وقلنا في آخر السؤال الدل على الدهشة أو الاستغراب. تعالوا ناخد اكزامبل بسيط كده يا حبايبي ونشوف. وقمت قايل لك الجملة بتقول I لحظة يا شباب. هنقول يا حبايبي I
have already read this book. أنا بالفعل قرأت الكتاب ده. تعال بص لي كده يا بطل، كلمة already جت فين؟ كلمة already جت بعد have وhas وقبل التصريف التالت. أدي كلمة already، أنا غلطت. كلمة already يا حبايبي أهي جت بعد have وhas وقبل التصريف التالت. أدي أول استخدام ليها، بعد have وhas وقبل التصريف التالت. طب أنا ممكن أشيلها من مكانها هنا يا مستر أحطها في آخر الجملة؟ طبعا. نفس الجملة يا أبطال أهي، نفس الجملة. قمت قايل لك I have read this book، واجي في الاخر اقوم كاتب كلمه ايه يا شباب؟ كلمه already. يبقى already يا حبايبي تاني شرط ليها تيجي في اخر الجمله المثبته. فين يا مستر الاثبات ده؟ اهو تعال بص كده، ما ينفعش تيجي مع haven't و hasn't يا حبايبي، لازم تبقى have او ايه او has. يبقى الفعل ده مثبت. ايوه يا حبايبي الفعل ده مثبت. يبقى من ضمن استخدامات كلمه already اخر الجمله اهو يا شباب، اخر الجمله، ومش اي جمله، لازم تكون جمله ايه؟ مثبته. طب تالت استخدام ليها، احنا قلنا يا حبايبي ممكن تيجي في السؤال للتعبير عن الدهشة او الاستغراب. يعني ايه يا مستر تعبير عن دهشة او استغراب؟ يعني تعبير عن دهشة من حدث اكتمل قبل اوانه، حاجة حصلت وانت ما كنتش مستناها تحصل في الوقت ده. تعال بص كده، have you finished؟ واحد هيستغرب اهو، all the exercises. وقمت في اخر السؤال حاطط لك كلمة already وما اسكتش، لازم احط لك جملة تانية تدل على الدهشة او الاستغراب. فقلت لك good you are fast، او قمت قايل لك you عشان المساحة بس، قلت لك you are fast، انت شخص سريع جدا. يبقى حبايبي هنا كلمة already جت في آخر السؤال، بس مش أي سؤال. احنا قلنا السؤال ده لازم يكون دل على إيه يا حبايبي؟ السؤال لازم يكون دل على دهشة أو تعجب أو استغراب. فين يا مستر الدلة والتعجب والدهشة والاستغراب أنت بتقول عليهم؟ كلمة you are fast يا حبايبي أهي. أهو أنا مستغرب إن أنت خلصت الحاجة دي بدري. لو جيت في آخر الجملة حطيت لك كلمة واو، تبقى عارف يا حبايبي ان واو ده كلمه داله على تعجب او ايه او دهشه. يبقى قلنا ان كلمه اوريدي ممكن تيجي في اخر السؤال للتعبير عن حدث اكتمل قبل اوانه، حاجه اكتملت قبل اوانها انت ما كنتش متوقعها. ده بالنسبه يا حبايبي لكلمه اوريدي. نيجي يا شباب بعد كده لتاني كلمه معانا وهي كلمه نيفر. بتيجي فين نيفر يا حبايبي؟ تعالوا نفتكر كده. كلمه نيفر يا ابطال بتيجي زيها زي جاست اوريدي ما بين شقي الفعل. ما بين شقي الفعل. ايوه يا بطل. يعني ايه يا مستر؟ يعني بتيجي بعد هاف وهاز وقبل التصريف الثالث. طب بتعمل ايه في الجمله؟ بتنفيها. يبقى يا حبايبي بتيجي بعد هاف وهاز، بتعمل ايه في الجمله يا حبايبي؟ بتنفي الجمله للتعبير عن حدث لم يحدث من قبل، حاجه عمرها ما حصلت. لما اجي اقول لك يا بطل I have never visited أسوان، معناها يا حبايبي ان انا عمري ما زرت ايه؟ عمري ما زرت اسوان. لو جيت قلت لك جملة تانية بتقول I have never seen a lion، انا عمري يا مستر ما شفت ايه؟ ما شفت اسد. يبقى لما تيجي تبص يا حبيبي على كلمة never، قلنا never يا حبايبي بتيجي ما بين شقي الفعل اهو، بعد have وهاز وقبل التصريف الثالث. التعبير عن ايه يا حبايبي؟ بتعبر عن حاجة عمرها ما حصلت من قبل. طيب نيفر من ضمن استخداماتها ايه تاني يا حبايبي؟ نيفر بتيجي مع الصفات في الدرجة الأولى والدرجة الثانية. يعني يا مستر صفات درجة أولى ودرجة ثانية؟ مش احنا يا حبايبي خدنا إن الصفات قبل كده نوعين؟ ها تعال أفكرك كده. أدي صفة قصيرة واللي قصادها هتبقى صفة ايه يا شباب؟ صفة طويلة. صفة قصيرة وصفة طويلة. الصفة القصيرة يا حبايبي اللي بتتكون من مقطع، طبعا في لها شواذ يا شباب، او مقطعين، ممكن تبقى مقطعين برضه. طب الصفه القصيره زي كلمه ايه؟ زي كلمه مثلا طول، دي بسميها درجه اولى يا حبايبي. طب الدرجه الثانيه هتبقى taller than. طب والدرجه الثالثه
هتبقى the tallest. طب الصفة الطويلة زي كلمة expensive بتتكون من أكتر من مقطع يا حبايبي، مقاطع دي اللي عدد الحروف المتحركة. طب في حالة المقارنة هتبقى more أو less. expensive than، بس more و less لازم يجي معاهم صفة إيه؟ طويلة، وبعد كده بحط كلمة than. وفي التفضيل يا حبايبي حضرتك بتحط يا إما كلمة the most يا إما كلمة the least، والاتنين دول هيجوا معاهم صفة ايه؟ صفة طويلة. يبقى انت كده يا بطل بقيت فاهم يعني ايه صفة طويلة وصفة قصيرة، صح؟ الصفة يا حبايبي الصفة القصيرة اهي زي طول وشورت وبيج والحاجات دي. الصفة الطويلة يا حبايبي زي اكسبنسيف وفيموس ودينجرس، دي بنسميها صفة طويلة. طب الصفة اللي هي كده كام درجة؟ 3 درجات يا شباب. tall taller than the tallest، expensive more expensive than the most expensive. لا 3 درجات. طب يا مستر هو الكلام ده علاقته ايه بكلمة نيفر؟ نيفر يا ابطال بتيجي مع صفات الدرجة الاولى وصفات الدرجة الثانية. صفات الدرجة الاولى وصفات الدرجة الثانية. تعال بص كده الاكزامبل بتاعنا بيقول ايه. بيقول لك I have never seen such an exciting film. معناه انا عمري ما شفت فيلم مثير زي ده. لو جيت قلت لك اكزامبل تاني، قلت لك I have never met such a tall boy. انا عمري ما شفت ولد طويل زي ده. عايز تقول لايك فلان مثلا مفيش مشكلة. يبقى كلمة نيفر يا حبايبي، كلمة نيفر قلنا علاقتها ايه بالصفات؟ بتيجي مع صفات الدرجة الأولى. ادي يا حبايبي صفة بدون أي إضافات. ادي كلمة نيفر قلنا بتيجي مع صفات الدرجة الأولى. كلمة تول صفة بدون أي إضافات. بس لها استخدام تاني يا مستر. أيوة يا حبيبي ممكن تيجي يا بطل مع صفات الدرجة التانية. زي إيه يا حبايبي؟ لو جيت قلت لك اكزامبل سهل خالص أهو. بقول لك I have never seen I have never seen a taller boy than حمزة. عمري ما شفت ولد أطول من مين؟ من حمزة. ارجع لي كده يا بطل، انت قلت لي يا مستر ان الصفات مع never بتبقى يا اما درجة اولى يا اما درجة تانية. تعال بص لي كده يا بطل، كلمة taller ادي كلمة taller اهي جاي معاها كلمة ايه؟ جاي معاها كلمة than. يبقى دي يا حبايبي بسميها صفات في الدرجة الكام؟ التانية. يبقى كده يا حبايبي فهمنا ان نيفر بتيجي مع صفات الدرجة الأولى والدرجة التانية. طيب ايه موانع استخدام كلمة نيفر؟ هي لها موانع كمان؟ ده الموضوع كبير بقى. ايوه يا بطل لها موانع اهو. تعال نشوف موانع استخدام كلمة نيفر. موانع استخدام نيفر. في حاجات كده ما ينفعش يا شباب استخدم معاها كلمة نيفر. اول مانع لاستخدام كلمة نيفر يا شباب لو الفاعل الجملة منفي. لو فاعل الجملة منفي اهو. اول حاجة يا حبايبي لو فاعل الجملة منفي. وفي حاجة اسمها مستر فاعل الجملة منفي؟ ايوه يا بطل في حاجة اسمها فاعل الجملة منفي. ده اول سبب يا حبايبي ما يخلينيش استخدم كلمة نيفر. طب ما تديني حاجة كده شبهها يا مستر؟ اقول لك يا بطل، لو جيت قلت لك يا حبيب قلبي لو الجملة بتاعتك بدأت بكلمة زي كلمة no one، ها منفية ولا مش منفية؟ منفية، معناها لا أحد. وقمت قايل لك nobody، ها منفية ولا مش منفية؟ منفية. كلمة زي كلمة nothing برضو يا حبايبي لو الجملة بدأت بدول اوعى تروح تستخدم كلمة never. ليه؟ لأن دي من موانع استخدام كلمة never. طب تاني مانع يا مستر لاستخدام كلمة never يا شباب؟ تاني مانع هنقول مع الفعل المنفي. تاني مانع يا شباب لو كان فعل الجملة منفي. منفي بإيه يا شباب؟ احنا قلنا المضارع التام بيتنفى يا إما بكلمة haven't يا إما بكلمة hasn't.
يبقى لو الجملة منفية يا حبايبي ب haven't أو hasn't اوعى تروح تحط كلمة never. طب ما نشوف كده أهو. ينفع أقول I haven't never؟ لا ما ينفعش يا بطل. طب تالت مانع يا أبطال، هنقول مع صفات الدرجة التالتة. الدرجة التالتة دي يا أبطال مع صفات الدرجة التالتة اللي احنا قلنا عليها من شوية يا حبايبي، اللي هي ذا وصفة وإي اس تي اللي احنا لسه شارحينها فوق. ذا وصفة وإي اس تي لو كانت الصفة قصيرة، ادي ذا وصفة وإي اس تي، دي الدرجة التالتة يا حبايبي اهي. وعندي ايه تاني؟ لو عندك كلمة زي كلمة ذا موست أو ذا ليست، في الحالة دي أبطال ما ينفعش استخدم كلمة نيفر. يبقى دي موانع استخدام كلمة نيفر. خد بالك إن إحنا عندنا خناقة ما بين كلمة نيفر وكلمة إيفر. تعالوا يا حبايبي بقى نرجع للكلمة اللي عليها الدور في الكلمات الدالة على المضارع التام. الكلمة اللي عليها الدور يا حبايبي هي كلمة إيفر. الكلمة اللي عليها الدور هي كلمة إيفر. تعالوا يا حبايبي نشوف كلمة إيفر معناها إيه. أدي إيفر يا حبايبي. إيفر معناها من قبل، بس كان عندي خناقة ما بين كلمة نيفر وكلمة إيفر، اوعى تنساها. ايه الخناقة بتاعتنا؟ انا انزل لك بالصفحة شوية كده علشان تبقى قدام عينك لسه كلمة نيفر، عشان نشوف ايه الخناقة اللي دارت ما بينهم هما الاتنين. مبدئيا يا بطل احنا قلنا ان نيفر، ولا خلينا دلوقتي نشوف كلمة إيفر الأول وبعد كده نشوف الخناقة ما بينهم هترسى على ايه. ادي كلمة إيفر يا شباب. إيفر يا حبايبي معناها من قبل. معناها من قبل. طب بتيجي فين يا مستر؟ بتيجي يا حبيبي أول استخدام ليها في السؤال الذي يبدأ ب have أو has. بتيجي في السؤال اللي بيبدأ ب have أو has وتوضع قبل الباست participle. تتحط قبل التصريف الايه يا شباب؟ بتتحط قبل التصريف الثالث. لازم تبقى عارف بتيجي في السؤال اللي بيبدأ بهاف وهاز بتتحط قبل التصريف الثالث. معنى ايه يا شباب؟ من قبل. طب بستخدمها امتى حبايبي؟ للسؤال عن خبرات سابقة. للسؤال عن خبرات سابقة. مش فاهم يا مستر كلام الانشا اللي انت بتقوله ده؟ تعالى يا حبيبي اقول لك بالبلدي كده بالمصري احنا بنستخدمها ازاي في حياتنا اليومية. عارف كلمة عمرك يا بطل؟ كلمة عمرك هتقول لي عارف كلمة عمرك، هي دي. لو جيت قلت لك have you ever eaten sushi؟ يبقى لما تيجي تبص على كلمة ever اهي، قلنا جت في السؤال قبل التصريف الكام؟ قبل التصريف الثالث. معناها بالبلدي كده بالمصري عمرك. ها، عمرك اكلت سوشي. عايز اقول لك عمرك سافرت خارج مصر، هقول لك have you ever traveled abroad؟ يبقى حبايبي السؤال لما يكون جاي فيه كلمة ever، السؤال لما يكون جاي فيه كلمة ever اهو، قمنا بتيجي في السؤال قبل التصريف الكام؟ قبل التصريف الثالث. معناها يا ابطال بالعربي؟ معناها كلمة عمرك. عمرك اهو هكتبها لك جنبها، عمرك اكلت سوشي. ها، عمرك سافرت خارج مصر. يبقى ده اول استخدام لكلمة ايفر يا حبايبي، قلنا بتيجي في السؤال قبل التصريف الثالث. طب ايه تاني استخدام ليها بقى؟ تعالى يا بطل اقول لك بقى تاني استخدام ليها، وده طبعا الاهم. ايه الخناقه بقى اللي احنا عايزين نشوف حصلت ما بين نيفر وايفر؟ انا كاتب لك فوق يا بطل قدام عينك اهو، كاتب لك فوق قدام عينك ان اول استخدام لكلمه نيفر بتيجي في الجمله المثبته، عشان هي اللي بتنفي الجمله. نيفر زي الفريك ما تحب الشريك، هي اللي تنفي الجمله يا حبايبي، ما ينفعش تيجي مع هافنت وهازن. يبقى اول مانع لاستخدام كلمه نيفر. تاني يا ابطال اهو، تعال بص كده، بص كده. ها، موانع استخدام كلمة نيفر فوق اهي. موانع استخدام كلمة نيفر. موانعها ايه يا مستر؟ قلت لي اول مانع لنيفر يا مستر ان هي ما بتجيش مع الفاعل المنفي. ما تجيش مع فاعل منفي. ايوه ما تجيش مع فاعل منفي. ايفر بقى تيجي مع الفاعل المنفي. ليه؟ احنا كنا بنقول دايما، هفكرك بإفيه كده كنا بنقوله دايما، كل اللي نيفر غضبت عليه ايفر جت خدته. حصل؟ طب هي مانع استخدام نيفر ايه؟ او ايفر نيفر غضبت على ايه؟ غضبت على الفاعل المنفي. فيا حبايبي ايفر تيجي مع الفاعل المنفي. لو جيت قلت لك no one
has ever answered this question. مفيش حد جاوب السؤال ده على الإطلاق من قبل. يبقى لما تيجي تبص على كلمة ever، ever جت فين يا بطل؟ جت مع الفاعل المنفي اهو يا حبايبي. ever جت مع الفاعل المنفي بين شقي الفعل بعد have وهاز قبل تصريف تالت. يبقى ever يا حبايبي ممكن تيجي مع فاعل منفي. ما القاعدة بتقول كل اللي never غضبت عليه ever جت خدته. ever جت خدته ever جت خدته. نيفر غضبت عليه ايفر جت خدته. طب هي غضبت على ايه؟ على الفاعل المنفي اللي هو نو وان ونو بادي وناثي. طب تاني حاجه غضبت على هافنت وهازنت. بص يا بطل هنا اهي غضبت على هافنت وهازنت. مين هيجي ياخد هافنت وهازنت؟ هتبقى كلمه ايفر. لو جيت قلت لك I haven't ever eaten sushi، معناها انا عمري ما اكلت سوشي على الاطلاق. يبقى حبايبي كلمة ايفر هنا جت مع ايه؟ اهو يا بطل جت مع الفعل المنفي مع ان نيفر غضبت عليه. يبقى احنا اتفقنا يا حبايبي كل اللي نيفر غضبت عليه ايفر جت ايه يا شباب؟ ايفر جت خدته. كل اللي نيفر غضبت عليه ايفر جت خدته، محدش ينساها. طيب قلنا غضبت كمان نيفر على صفات الدرجة الثالثة. يبقى انت كده حفظت يا بطل ان ايفر هتيجي مع صفات الدرجة الثالثة. لو جيت قلت لك يا بطل it's the، بلاش it's the، استنوا الشباب عشان هنبدأ بالعاقل. قمت قايل لك علي is the tallest boy I have ever met. فين يا مستر التفضيل؟ تعالى يا بطل اعلم لك على التفضيل موجود فين. بص يا حبيبي ادي كلمة the tallest دي تفضيل. ايوه يا حبايبي كلمة the tallest اهي تفضيل، ذا وصفة واي اس تي اهي. جت مع كلمة ايه يا حبايبي؟ جت مع كلمة ever. يبقى ever يا حبايبي قلنا كل اللي never غضبت عليه ever جت خدته. لو زي ما انت شفت كده مانع استخدام نيفر، كل الموانع بتاعت نيفر جت ايفر جت خدتها يا حبايبي. طب هي ايفر لها استخدامات تانية؟ طبعا يا شباب ايفر لها استخدامات كتير. طيب ممكن تيجي مع الجمل الترتيبية بس مع كلمة اتس ذا فيرست. كلمة نيفر يا حبايبي ممكن تيجي مع جملة اتس ذا فيرست. تعال بص كده اتس ذا فيرست تايم. طالما شفت كلمة اتس ذا فيرست تايم يا حبايبي هتروح لكلمة ايه؟ ever. It's the first time I have ever played squash. ده أول مرة ألعب فيها سكواش على الإطلاق. طب يا مستر واحنا ليه رحنا لكلمة ever؟ أهو يا حبيبي عشان كلمة it's the first إيه؟ it's the first time. دايما يا حبايبي ever بتيجي مع كلمة it's the first time. ماشي يا حبايبي؟ يبقى احنا كده قلنا كل اللي نيفر غضبت عليه ايفر جت ايه يا شباب؟ ايفر جت خدته. يبقى احنا كده هنرجع تاني يا حبايبي للفيديو بتاعنا في الاول خالص. احنا كده شرحنا كلمة ايه يا شباب؟ شرحنا كلمة ايفر. امال هنيجي لايه بعد كده يا حبايبي؟ هنيجي لكلمة يت. يبقى احنا شرحنا just already ونيفر وايفر، وهنروح لكلمة ايه يا شباب؟ هنروح لكلمة يت. طيب هي يت يا حبايبي بتيجي فين؟ ويت معناها ايه؟ ادي يا حبايبي كلمة يت. يت يا شباب معناها ليس بعد بمعنى لسه. يت بمعنى ليس بعد بمعنى لسه. يت يا حبايبي بتيجي في اخر الجملة المنفية واخر السؤال. خليك فاكر كلمة يت بتجيب من الاخر. كلمة يت بتجيب من الاخر. كلمة يت بتجيب من الاخر. اخر ايه يا مستر؟ اخر الجملة المنفية واخر السؤال. اخر الجمله المنفيه واخر السؤال. يعني ايه جمله منفيه؟ احنا قلنا يا حبايبي المضارع التام بيتنفع بهافنت يا بايه؟ يا بهازنت، وبتيجي في اخر السؤال. السؤال اللي بيبدا بايه يا حبايبي؟ السؤال اللي بيبدا يا بهاف يا بهاز. تعالوا نشوف كده. احنا قلنا بتجيب من الايه؟ من الاخر. هنقول اول استخدام ليها اخر الجمله المنفيه. طب يا مستر الجمله المنفيه دي كانت بتنفع بايه؟ احنا اتفقنا
هتلاقي الجملة فيها يا إما haven't يا إما كلمة hasn't. طيب قلنا تاني استخدام تأتي آخر إيه يا شباب؟ آخر السؤال الذي يبدأ. السؤال بتاع حضرتك هيبدأ يا إما بكلمة have يا إما بكلمة has. ماشي يا حبايبي؟ تعال نشوف كده الإكزامبل بتاعنا يبقى شكله عامل إزاي. لو جيت قلت لك يا بطل I haven't finished the home work yet. تعال بص كده يا بطل، انت لسه قايل لي يا مستر ان كلمة yet بتيجي في اخر الجملة المنفية واخر السؤال. فين النفي؟ اهو تعال بص كده، ادي النفي. عشان كده حطينا في الاخر كلمة ايه يا شباب؟ حطينا في الاخر كلمة yet. يبقى اول استخدام ليت يا حبايبي قلنا اخر الجملة المنفية واخر الايه؟ اخر السؤال. ادي جملة منفية. طب ما تيجي ناخد واحدة اخر سؤال كده يا شباب. ها، لو جيت قلت لك have you finished the home work yet. ادي يا حبايبي اخر السؤال. قلت لك اخر السؤال بيبدأ يا اما بكلمة have يا اما بكلمة has. بتيجي في اخر السؤال يا شباب. يبقى يد بتجيب من الاخر. اخر ايه؟ اخر الجملة المنفية واخر السؤال. بس خد بالك ان كلمة اوريدي برضو كانت بتيجي في اخر السؤال. بس يا حبايبي خليك فاكر ان يد بتدل على كسل. يد بتدل على كسل. يعني ايه كسل؟ يعني انا مش راضي عن الحاجة دي. لما باباك يديك واجب كده ويقول لك خش خلص الواجب بتاعك وبعد كده قوم اتفرج على التلفزيون. فتخيل كده انت قعدت ساعتين جوه وبعد ما باك دخلك قال لك ايه ده يا ابني وانت لسه ما خلصتش؟ لسه ما خلصتش الواجب بتاعك. يبقى معنى كده ان انت بتشتكي من الحاجة دي. هقول لك has you finished او hasn't you finished your homework yet you are very lazy. انت كسول. يبقى الحدث هنا لم ايه يا شباب؟ الحدث هنا لم يكتمل. يبقى كلمة يت يا حبايبي بتجيب من الايه؟ بتجيب من الاخر، اخر الجملة المنفية واخر السؤال. تعالوا يا حبايبي بعد كده لكلمة before. before يا شباب معناها من قبل. تعالوا نشوف استخدامات كلمة before يا حبايبي. بتيجي فين كلمة before دي؟ ها، before يا شباب بتيجي في كل أنواع الجمل. كلمة before بتيجي في كل أنواع الجمل. يعني إيه يا مستر في كل أنواع الجمل؟ تعالى يا بطل تقول لك آخر الجملة المثبتة. وفين تاني يا مستر؟ آخر النفي. وإيه كمان يا مستر؟ آخر السؤال. يبقى ده يا حبايبي استخدامها آخر الجملة المثبتة أهو. آخر الجملة المثبتة، آخر النفي، وآخر السؤال يا شباب. آخر الجملة المثبتة، آخر النفي، آخر السؤال. تعال ناخد اكزامبل كده. لو جيت قلت لك I have seen this film before. عارف لما تروح مع صاحبك السينما وتخش تتفرج على فيلم وتقول له ايه ده يا عم انا شفت الفيلم ده قبل كده؟ يبقى كلمة before جت في آخر الجملة المثبتة. ممكن تيجي في آخر الجملة المنفية بس للتعبير عن حدث يحدث للمرة الأولى. لو جيت قلت لك I haven't seen a film star before. أنا عمري ما شفت نجم سينمائي من قبل. بس في تركاية هنا عشان افرق ما بينها وما بين كلمة يت. خد بالك لان دي جت في اخر الجملة المنفية. بص كده كلمة يت فين؟ ما هو كل اتنين كده هتلاقي بينهم خناقة. يعني ما بين نيفر وايفر خناقة وعرفنا نفضها. ما بين يت وبيفور ويت واوريدي خناقة وعرفنا نفضها. علشان حضرتك تروح تختار كلمة بيفور في اخر الجملة المنفية لازم يكون عندك كلمة it's the first time. ليه يا مستر؟ لان كلمة before لما بتيجي في آخر الجملة المنفية بتعبر عن شيء يحدث للمرة الأولى. تعال فرق لك كده ما بين جملتين يمكن انت سمعتهم مني ونشوف ايه الفرق كده.
لو جيت قلت لك يا حبيبي عشان نفرق ما بين كلمة yet وكلمة before، لو جيت قلت mom hasn't cooked lunch yet، ماما لم تطبخ الغداء بعد. ماما بتعمل كل يوم الغداء، بس الغداء ده متأخرة فيه شوية، يبقى ده العادي بتاع ماما. شوف بقى الجملة دي، mom hasn't cooked lunch before، ماما عمرها ما طبخت لنا غدا قبل كده. فهتلاقي هنا معاها it's the first time. معنى كده يا حبايبي ان ماما مأديها دليفر يا شباب، وان دي اول مرة ماما تطبخ لكم فيها الغداء. ده كلمة بيفور يا حبايبي محدش ينسى، زيها زيت بتجيب من الاخر برضو، ممكن تيجي في اخر الجملة المنفية، بس خد بالك لو جت في اخر الجملة المنفية قلنا لازم يجي معاها كلمة it's the first ايه، it's the first time.